قالت احسن حاجة ان احنا نجيب بندانة لونها ابيض وبندانة لونها اسود عشان دول اساسيين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين، تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. الفيديو ده هنعمل مع بعض لفات الطرح اللي عملتها ياسمين عز. قولولي ايه اكتر طرحة هتعجبكم او اكتر لفة هتعجبكم اللي احنا هنعملهم، ويلا بينا نبتدي على طول. بصوا يا حلوين، هي قالت طبعا ان احنا نجيب البندانة بقى اللي هي العادية اللي احنا بنلبسها دي، البندانة السوري، وقالت احسن حاجة ان احنا نجيب بندانة لونها ابيض وبندانة لونها اسود عشان دول اساسيين طبعا في الالوان وكده، ويعني لازم يبقى عندنا الالوان الاساسية ومش لازم نجيب اي لون تاني، وهم دول مهمين فعلا، وهي عندها حق بصراحة. فهاتوا كذا طرحة، يعني هاتوا كذا بندانة اقصد، من الابيض والاسود علشان دول اساسيين، فلما تيجوا تغسلوا واحدة يبقى عندكم بدايل تانية، وده كلام فعلا مظبوط. يلا بينا بقى نشوف اول لفة من اللفات اللي هي عملتها. هي عملت طبعا كذا لفة، وقالت اول واحدة دي هنبتدي ان احنا ايه، نجيب الطرحة كده، وتبدأوا ان انتوا تظبطوها كده على شكل وشكم، وتخلوا ناحية قصيرة والناحية التانية ايه اطول شوية، طويلة كده، وتبدأوا تعملوها بالشكل ده. شكل الطرحة عمالة تيجي على المايك وبتبوظ الصوت، بس ما علينا، استحملوني. وهتبدأوا تعملوا كده، وممكن تثبتوها من هنا بدبوس، وممكن تسيبوها كده عادي من غير ما تثبتوها. فدي كانت اول لفة معانا، ويلا نشوف اللفة التانية. تعالوا بقى نشوف اللفة التانية. هتخلوا واحدة قصيرة خالص وتعملوا بوس كده. قالت البوس ده بيحلي، هو بيحلي، بس هو مش بيليق على كل شكل الوش، يعني في كده اشكال وش معينة مش بيليق عليها. وهتبدأوا تجيبوا كده، بس هي قالت ان احنا نحط دبوس، على الرغم ان انا بفضل ان الطرح تبقى ما فيهاش دبابيس كتير. بصوا، وقالت حاجه برضو مهمه، ان احنا نجيب علبه دبابيس نخليها عندنا، عشان طبعا ايه، دي حاجه مهمه، لازم يبقى عندك علبه دبابيس، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. اكتر حاجه بتضيع فعلا والكلام ده كله، فحلو ان يبقى عندنا علبه كده زي اللي انا وريتها لكم دي. وتبداوا تعملوا كده هنا، نظبط البوز اهم حاجه. اهي. وبعدين قالت بقى ممكن تدخلي دي من جوه، وقالت ممكن تعمليها كده، تسيبيها مثلثه كده من هنا، او تدخليها جوه. وقالت بقى ان احنا ايه، هتلفها تاني، بس انا الطرحه بتاعتي قصيره مش هتكمل ان هي تتلف تاني. كانت بتقول حاجه برضو، ان هي ايه، ممكن تعمليها كده، ان انتي ممكن تعمليها كده، تسيبيها بقى من هنا، تحطي هنا دبوس كده، عارفينها اللفه دي؟ ف برضو هي كانت يعني من ضمن اللفات. وحط الدبوس هنا، عشان طبعا ايه، نثبت الطرحه. الدبوس مش راضي يدخل اهي. ودي كانت اللفه التانية. قولولي رايكم، اكتر لفه كانت لايقه على وشي، واكتر لفه انتوا بتحبوها كمان. بس كده، تعالوا نشوف بقى اللفه اللي بعدها. بصوا بقى اللفه اللي بعد كده، وهي عملت سكارف يعني، بس انا ما عنديش سكارف، فهعمل ايه بقى؟ نجيب طرحه عاديه خالص، دي افتكاسه مني انا بقى، مش تعرفوا ولا ياسمين عز ولا حاجه، طرحه عاديه خالص. وهعمل ايه، كل اللي انا عملته شايفين،
ممكن تكونوا عارفينها، في بنات هتلاقيهم عارفين الحركه دي. اهي الطرحه عادي خالص مستطيله، وهتعملوا حته من الجنب مثلث بس اهي، شايفين؟ فكده نبقى حلينا المشكله بتاعت ان احنا ما عندناش سكارف. حاول بقى ان انا ايه الفها على وشي واظبطها. بصوا اهي، شايفين؟ هظبطها اكتر كده. اقعدوا بقى ظبطوا فيها، هتلاقوها ساعات متلخبطه كده من فوق، ظبطوا فيها لغايه ما تظبط. شايفين؟ هي قالت بقى بيني البندانه مثلا عادي او ما تبينيهاش براحتك بقى، حاجه ترجع لك وكده. فطبعا اهي هنجيب علبة الدبابيس بتاعتنا ونبتدي نحط بقى هنا دبوس. والله لذيذة تصدقوا. ماشي، طبعا هي ايه ملفتش كده بقى لان هي ما كانتش لفة طرحة، كانت لفة سكارف، ف ربطت بقى كده من ورا، فانا هلمها يعني كأني ان انا ربطتها من ورا اهي. وبرده قالت ايه البوز وكده، بس انا هسيبها كده لان انا لو حاولت اعمل بوز هي هتبوظ شويه مني. ودي اللفه اللي بعدها، يلا بينا نشوف بقيه اللفات. ودي اللفه اللي بعد كده، هتخلوا الاتنين نفس الطول خلاص، وتبداوا بقى ايه تقربوا الطرحه كده من هنا، ونبتدي ان احنا نظبط البوز ده. قالت اهم حاجه البوز. ماشي، وايه نحط دبوس هنا برضو. بتحب الدبابيس هي جدا، لاحظت الموضوع ده، فعشان ايه نعمل زي ما هي قالت بالظبط. هنشوف ايه اللي هيحصل في الاخر. بصوا قالت بقى نجيب دي كده ونجيب دي. انا بحاول بعمل بالراحه شويه عشان مش عايزه اقرب على المايك، لان الطرحه لو قعدت تخبط في المايك مش هتسمعوا حاجه مني. بصوا كده وكده. قالت بقى ايه ممكن تسيبوها بالشكل ده، وممكن ان انتوا تحطوا هنا دبوس وهنا دبوس بقى عشان ما تفضلش تنزل وتتحرك منكم وكده. وقالوا لها يعني في الكنترول تقريبا حد بيقول لها ممكن تربطيها من ورا، فقالت لا الربطه من ورا هتخلي شكلها مش حلو. انا معاها بصراحه في الموضوع ده. الربطه من ورا في الطرح اللي هي الجل شويه ممكن تبقى لذيذه، بس برضو ما بقتش بستلطفها قوي يعني. في السكارف ممكن اكتر حاجه ممكن تليق فيها حكايه الربطه من ورا دي، فبتخلوها كده بقى. قالت يا اما مثلا ايه يعني لو هتتحركوا كتير او حاجه ممكن فعلا تحطوا دبوس هنا ودبوس هنا. بس كده دي كانت اللفات، وده كان الفيديو النهارده. كمان برضو قالت على ما تيجوا رايحين بقى مناسبه وكده تبداوا تحطوا هنا يعني زي اكسسوار كده فيه ستراس، بس انا ما عنديش للاسف، ما فيش جنبي دلوقتي اكسسوار فيه ستراس. فالحركه دي قالت بتبقى حلوه جدا وكده، عشان ابقى برضو قلت الحاجات كلها اللي اتقالت في الحلقه يعني للناس اللي متفرجتش. بس كده دي كانت كل حاجه للفيديو. يا رب يكون عجبكم وتكونوا اتسليتوا. قولوا لي اكتر طرحه انتوا بتحبوا تلفوها ايه، حاجه من الطرح اللي انا لفتها دي ولا اصلا عندكم لفه تانية خالص. قولوا لي طبعا حابين نتكلم في ايه في الفيديوهات اللي جايه، وعايزاكم تروحوا تتابعوني على مواقع السوشيال ميديا كلها. هسيب لكم كل اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس، على التيك توك وانستجرام وكمان على الفيسبوك. للناس بقى اللي بتحب الفيديوهات القصيره، هناك موجود الفيديوهات اللي هي بتكون دقيقه واحده اللي هم الريلز دول، فهتعجبكم جدا جدا. وبكون كمان متواجده بشكل اكتر وبشكل يعني يومي وكده. كمان عايزاكم تروحوا تشوفوا البلاي ليست اللي هسيبها لكم دلوقتي على الشاشه، حلوه جدا جدا، حاجات عن البشره والشعر وعن الميك اب وحاجات كتير قوي.
وهتلاقوهم كمان موجودين تحت في الديسكريبشن بوكس وفي علامه الاي اللي بتبقى موجوده فوق دي، وعلى الفيديو هنا هيظهروا دلوقتي على الشاشه. وقولوا لي اي اقتراحات واي افكار عندكم ورايكم طبعا في الفيديو. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.